اهلا اهلا ويسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب. ان شاء الله تضلوا بخير وصحه على طول. مستمرين بالصيام المتقطع اليوم الخامس على التوالي. الوجبه اليوم اللي انا ما بنزل لكم فيه اكيد بكوني محتفظت لكم بالوجبات اللي انا بعملها. مثلا اليوم وجبه الفطور بتنزل على قناه جيلان تشانيل. بتوقع انه مسا بتشوفوها او مثلا بيكون نزلت قبل بوقت على جيلان شانيل. اليوم رح نعمل الغدا هوني والتحليه هوني، ورح فرجيكم الاغذيه اللي اكلناهم باليومين الماضيين. فكل شيء ما بتشوفوه هوني اكيد بتشوفوه بالقناه الثانيه، بس يعني مع هيك هون بحاول اشمل لكم كل شيء وفرجيكم كل شيء بالتفصيل. فان شاء الله اليوم راح نشوف وجبة غدا، وراح نشوف كمان وجبة تحلية راح نعملها شهية ولذيذة وبمكونات صحية. المهم يا بنات إن شاء الله مستمرين معنا لآخر الشهر، شهر كامل من الصيام المتقطع. يلي مستمر معي يكتب لي تم لشوف قديش نحن مع بعض وقديش عم نفاجئ بعضنا، ويا ريت تكتبوا لي شو أكلتوا بالأيام اللي فاتت وشو يا أهل يا ترى مقاومين أو اكتبوا لي عن تجاربكم حتى كلياتنا نقراها والصبايا يقروها ونتشجع من بعضنا. لهيك خلونا مباشرة. طبعا المشي مشي لازم نمشي، الرياضة مهمة جدا جدا. إذا ما مشينا برا، إذا ما كان الطقس حلو، أنا عم بمشي على الجهاز المشي تبعيت نارا عندي. فخلونا ندخل على المطبخ نعمل اليوم الغداء. واليوم غدانا كتير طيب. واليوم عنوان الفيديو الصيام المتقطع ليس حرمان، وخلونا نشوف ونشرح بالتفصيل. نجي على غدانا. اول شيء رح بلش بالنشويات الطبيعيه اللي هي البطاطا. احيانا بناكل بطاطا، احيانا بناكل رز، احيانا برغل، حسب النشويات الموجوده او المتوفره عندكم. اليوم بدنا نعمل بطاطا بالقلايه الهوائيه. فوجبتنا اليوم هي رح تكون شيش. اول شيء بنقطع البطاطا بقشره. القشره كتير كتير مفيده صدقوني. بالصيام المتقطع ما في شيء اسمه ممنوع غير النشويات المصنعه والسكر المصنع. اما اللي مثلا الصبايا كثير قالوا لي بالفيديو الماضي جيلان انت الطحينه ما بيصير ناكلها بالصيام المتقطع. لا، مين قال لك؟ الطحينه كثير مفيده وبروتين على فكره، ونحن عملناها كاضافه للحلا للتمر مشان ما يرتفع معنا السكر بالدم. يعني في كتير شغلات انتم بتعتقدوها انه لا ما بيصير فيها سعرات حراريه. نحن ما بيهمنا السعرات الحراريه على قد ما بيهمنا انه ارتفاع سكر الدم بالجسم. يعني بالصيام المتقطع بيعتمد على ساعات الصيام بين الوجبات وساعات الصيام الطويلة. فالإنسان وقت اللي بيجوع خلال ساعات الصيام يعني بين الوجبات وبيقاوم الجوع، جسمه بيصير بيحرق من المخزون اللي عنده. عرفتوا كيف؟ الصيام المتقطع بيعتمد مثل ما قلت لكم اعتماد كتير على ساعات الصيام ومدى مقاومتكم للجوع. البطاطا رح نحط لها ملح وزيت الزيتون نقطة صغيرة مو كتير وبس. وبالإضافة لإكليل الجبل بيعطينا نكهة كتير طيبة لهي البطاطا. هلأ بنحطها بالقلاية الهوائية. هلا حطينا البطاطا بالقلاية الهوائية، خلونا نشتغل بتجهيز الدجاج. عندنا معلقتين لبن، معلقة دبس الفليفلة، بنحط الليمون حسب الرغبة، ملح. لا مو من هذا الزيت، زيت زيتون. انا طالعت الخل بدل ما طالع الخل طالعت بداله زيت. نقطة خل، معلقة بهارات،
مشكله. بنحرك المكونات كلياتهم مع بعضهم. فيكم تحطوا اي نوع بهارات انتم بتفضلوا. عندي هون صدر دجاج هلا بنحطه فوقه. اذا بدكم انقعوه قبل بساعتين، انا كترت له بهارات لاني ماني نقعته، يعني انه جهزوا هي التتبيله قبل بساعتين من التجهيز. وهيك صارت معنا صدر الدجاج جاهز. نحطه بالصينيه. لا لسه. عندي هون فليفله مشكله طلعتها من الفريزر، هلا بنحركها معه. كل ما كترنا خضره احسن. وهلا بنجيب صينيه وعلى الفرن. بدكم تقلوها بالطوايه قلوها، بدكم تقلوها بالفرن قلوها، بدكم تشووها شوي شووها على كيفكم. هي هلا شوفوا انا حطيت تقريبا كاستين رز لابو عمر، لانه ما بيشبع بدون خبز. ابو عمر عرفتوا كيف بيحب ياكل بالخبز، اذا كان شيش او شغله بتتاكل بالخبزه. فانا مشان ما يخليه ياكل خبز عملت له رز جنبه، وبالاضافه كمان مشان جاد ومشان عمر. المهم اليوم طبق الخضار السلطه شو راح يكون فتوش. عندي هون بقله غسلتها، وعندي بندوره، بصل، ليمون وخيار. خلونا نفرمهم مشان نعمل صحن السلطه لليوم. هيك بيكون غدانا لليوم. شيش بالفرن، شفتوا المكونات اللي حطيناها. بطاطا بالقلاية الهوائية مع نقوطة صغيرة جدا جدا من الزيت. وفتوش، طبعا هذا الخبز ما مقلي خالص. هذا الخبز عبارة عن يعني انه مثل الخبز الصاج السميك، بس بحبة كاملة خبز اسمر يعني مقرمش. بسلمية ببيعوا أرغفة خبز مثل هذا ونفس الطعمة، هي نفسها. بينبل بالمي وبيتاكل كتير كتير طيب. ورز ما كترت طبعا لأن مو الكل رح ياكل رز. والحمد والشكر لله رب العالمين. هذا غدانا لليوم السادس على التوالي. أما شو أكلنا باليومين السابقين رح فرجيكم. هي أكلاتنا اللي أكلناها باليومين السابقين مثل ما نكون شايفين. برغل ببندورة مع صدر دجاج، والأكلة الثانية هي عبارة عن كواج، مجموعة من الخضار مع لحمة معها. يعني هيك بيكون عم فرجيكم كل الأكلات اللي عم باكلهم على الغداء. والإفطار طبعا بيكون إفطار بيض، أحيانا إنه نواشف، أحيانا يعني إنه رح تشوفوا كل شيء إن شاء الله على القناة. وجبتي مثل ما انكم شايفين كترت فتوش، كترت شيش. وهي وجبة النشويات. انا ما بدي اكل رز. يلي بده ياكل رز بدل البطاطا بياكل، واللي بده ياكل رز وبطاطا يقسم مثلا نص كمية بطاطا ونص كمية رز كمان بيمشي الحال. هلا خلونا نجي لوصفة حلا رح نعملها خلال الصيام المتقطع بدون طحين. رح نعملها بالشوفان وبدون سكر مصنع. وكتير كتير هيك يعني انه كيف بدي لكم بتلبي رغبتكم للاشتهاء للحلو. هلا اول شيء هون عندنا بيضه. بنحط بيضه بالخلاط او باي شيء انتم بتخلطوا فيه. اذا كان عندكم الشوفان طحين فيكم انه الخفاق اليدوي يعني، بس انا عندي اياه حبه كامله. هلا نحن كونه قاطعين السكر المصنع، بس انا ما عندي بديل، بدي احط فانيليا. لو انه في فانيليا سائل طبعا بيكون احسن واحسن. بس يلا طوفة السكر بنعديها. ظرف فانيليا، وبدنا نحط كاسة حليب. هي كاسة حليب. هن عبارة عن 3 مكونات ما عدا الفانيليا، 3 مكونات رئيسية. بس خلونا نشغل على الغاز. وعندنا كاسة شوفان سواء كانت مطحونة أو غير مطحونة.
كاسة شوفان بنحطها فوقه. وهلا بطحنه. هلا بالخلاط او بالمكسر انا رح استخدم. هلا هيك بعد ما طحناهم بشكل كتير منيح، خفقناهم بشكل كتير منيح، نصبر عليهم شي 5 دقايق. حطيت نقوطة صغيرة زيت بس نمسح فيها أول وحدة، نمسح فيها الطواية. وهلأ بنحط فيها الخليط. نتركه لحتى ينشف على الأخير. هلا بعد ما نشفت معنا بنقلب على الوجه الثاني. هلا هذا الخليط المتبقي خلونا نعمل منه بالكاكاو. عندي هون معلقه صغيره كاكاو، مو كبيره، معلقه صغيره كمان. بنرجع نطحنهم مع بعضهم. خلصنا من نكهة الكاكاو. تمام. تعرفوا انه اذا اكلتوها هيك بدون ما تضيفوا لها اضافه محليات طبيعيه مثل العسل او اي شيء تاني، انه الشوفان بيعطي نكهه حلو بسيطه. تعرفوا هذا الشيء لانه الشوفان طبعا فيه سكريات وفيه نشويات. لا تفكروا انه الشوفان ما فيه لا سكريات ولا نشويات ولا سعرات حراريه. اكيد كل شيء بناكله نحن فيه سكريات وفيه سعرات حراريه، بس طبعا سكريات وسعرات حراريه عن تانية بتختلف. هلا خلونا نقلبها. يا سلام، هي بتشهي والله. هلا انا كشخص واحد انه انا عم بعمل صيام متقطع، وحده فقط كافيه. ما بناكل تنتين، نحن عملنا عيار بكفي 3 اشخاص. لا انا رح اكل بس وحده، بس اكيد انا رح اعمل الي ولعائلتي اللي بده ياكل معي. ابو عمر كمان مشاركني بالصيام المتقطع. بتجيبوا موزه او نص موزه، حي الله حسب حجمها، وبتلفوها فيها. تمام هيك. حتى حطينا اقل من نص من موزه، يعني حطينا تقريبا 3/4 الموزه. وفيكم تاكلوها ساده. بعد ما تقطعوها شوفوا شكلها. واخر شيء فقط هيك، شايفين هالمعلقه بس هيك تسويحه عليها، تسويحه فقط من العسل. ما بدنا نحن كميه عسل كثيره، فقط شايفين هالخيطان اللي حطيتهم والزياده، لانه نحن عندنا سكر بقلب الشوفان وسكر بقلب الموز وخلص هدول. وهيك مثل ما انكم شايفين بعد ما خلصنا تحليتنا، وصفة التحلية جدا جدا يعني انه بتشبع رغبتكم للحلا. طبعا ما تاكلوهم كلهم، لا، لانه سعرات الحراريه بتصير كتير عاليه. فقط رغيف واحد، يعني نصين من هدول، رغيف واحد فقط كافي يا بنات. الطمع بالدين فقط لا غير. ان شاء الله انتظروني بوصفات تانية، منا كيك، منا شغلات كتيرة ان شاء الله رح ناكلها خلال الصيام المتقطع بدون ما نحرم حالنا من وصفات الحلا الشهية. مثل ما قلت لكم بالبداية، الدايت والحمية ما حرمان، وانما
تنظيم شو مندخل على بطننا بدون ما نحرم حالنا من شغلات رب العالمين. يعني بالأخير الواحد كل شيء بياكله طبيعي، خلق رب العالمين طبيعي بدون تصنيع، هو الشيء الصحي. عرفتوا كيف؟ يعني مثلا النشويات طبيعية، رز طبيعي رب العالمين هيك خالقه، رز بناكله، البرغل، المعكرونة مصنعة، نحن البشر صنعناها، فبالتالي فيها كتير مكونات وكتير شغلات وكتير مكررة والقصص هي، فبالتالي كل شيء طبيعي وخالقه رب العالمين على الطبيعة هو الشيء الصحي. وهيك بيكون نحن عم نعمل صيام متقطع بدون حرمان وبدون أي اشتهاء لأي شيء تاني. لهون بيكون الفيديو خلص. إن شاء الله بوافيكم ببرنامجي بالصيام المتقطع بكل شيء جديد، يوم أي يوم لا بننزل على هي القناة طبعا حسب تيسير رب العالمين. وهلأ صار فيني لكم انطروني بالفيديو الجديد. استودعتكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.